عايز تتعلم أسرع من أي حد حواليك وتفهم أي حاجة بسهولة؟ بص، السر مش في الذكاء، السر في إنك تتعلم إزاي تتعلم صح. المشكلة إننا طول عمرنا بنتعلم، بس محدش علمنا الطريقة. في المدرسة كانوا بيقولوا احفظ وخلاص، لكن محدش قالك تختصر الطريق. أول قاعدة: 80-20، يعني 80% من النتيجة بتيجي من 20% بس من المجهود. بتتعلم إنجليزي؟ ركز على الكلمات اللي بتتكرر. بتتعلم أي حاجة؟ دور على الأساسيات الأول. تاني حاجة: الفشل. الفشل ده مش عدوك، ده أسرع طريقة تتعلم بيها. لما تغلط عقلك بيفهم فعلا. دي اسمها دورة التعلم. كل ما تغلط أسرع هتتعلم أسرع. في تكنيك مهم جدا: اقفل اللي بتذاكره واسأل نفسك أنا فاكر إيه، وحاول تشرح لنفسك. دي اسمها Active Recall، ومن أقوى طرق التعلم. وهنا المفاجأة: علشان تتعلم بسرعة لازم تتعلم ببطء. ما تاخدش كل حاجة مرة واحدة عشان ما تضيعش كله. ركز على حاجة واحدة بس، حركة واحدة، مهارة واحدة، فكرة واحدة. التركيز هو اللي بيعمل الفرق. وخلي عندك عقلية النمو. آمن إنك تقدر تتعلم أي حاجة. أنت بدأت من الصفر قبل كده، وتعلمت تمشي وتتكلم. ولو عايز تبقى شاطر بجد، خليك مهووس. فكر فيها طول الوقت، خليها تشغلك. في الآخر الموضوع بسيط: ركز على المهم، اغلط وتعلم، وخليك واثق إنك هتوصل. السؤال بقى: هتفضل تجرب ولا هتبقى من الناس اللي بتتقن؟